تجمد وما عنديش هتعرفي تسيحيها تاني. فنخلي بالنا من النقطة دي. والبوتفور برضو نخلي بالنا واحنا بنسويه، ونخلي بالنا واحنا بنقلبه. في كده كذا ملاحظة هسيبها لكم في صندوق الوصف برضو، وانت بتقلبي البوتفور وهو عجين خلي بالك ان هو ايه، ما تعمليش فيه عرق. ويا ريت لو تستعملي الدقيق بتاع النواعم المخصوص للنواعم للحاجات ما بيبقاش فيها عرق شديد. وزي ما قلت لكم عايزه تستعملي القمع بتاع مكنه البوتفور، يبقى تزودي دقيق على الكميه دي اللي احنا عاملينها دي، تزودي دقيق. وزي ما قلت لكم هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، مقادير الكيلو ومقادير النص بالظبط. شايفين هنا البطفورية بعد ما خلصت التشكيل، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، والف هنا لاصحابها، وربنا يا رب يسعدهم يا رب ويهنيها. ادا كده البوتفور. الحاجات دي بتبقى جميلة جدا وتزيينها بيبقى متعة. حاولي ان انت تعملي حاجات زي دي لاولادك لو حتى نص كيلو.